السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد مع اليوم ال13 من عمر الدورة. زي ما وعدت حضراتكم إننا مكملين في البرنامج للنهاية إن شاء الله. النهاردة معانا اليوم ال13 من الدورة، بعض التعليمات اللي هنتكلم عنها اللي هننفذها مع بعض إن شاء الله في البرنامج ده، وبإذن الله تعالى دايما في الأفضل بكتير. قلت لحضراتكم امبارح إننا هنشتغل على مضاد حيوي تنفسي علشان الفراخ فيها بعض او سنة زي ما بنقول كده، سنة نفرة او سنة خنفرة او سنة يعتبر طشمة. طبعا احنا ما وصلناش الكلام ده كله، بس علشان الناس تكون عارفة لو حصل منك حاجة من ده كله اعرف ان عندك مشكلة تنفسية. طيب علشان كده قلت لحضراتكم اننا هنشتغل بالارثرومايسين، طبعا 20% او 25% على حسب ما هو موجود عند حضرتك، وتشتغل بالجرعة اللي مكتوبة على العبوة 12 ساعة أو 8 ساعات على حسب برضو حالة الفراخ، وعلى حسب برضو إنك هتشتغل بالوزن أو هتشتغل على المية. بس دايما لما بفضل لك اشتغل بالوزن أفضل، وقسم الجرعة بتاعتك على 8 أو 12 ساعة. ده بيديك نتائج كويسة، مش بتحمل على الكلى نهائي. طبعا النهاردة إن شاء الله البرنامج اللي أنا ماشي عليه 8 ساعات بإذن الله تعالى مضاد حيوي، بعد كده 8 ساعات ألف د 3 اهي، بعد كده 8 ساعات فيتامين كاف. طبعا اول يوم كان امبارح في جرعة المضاد الحيوي، اشتغلنا غسيل كبد وغسيل كلى. طبعا كل حاجة وحدها، انا مش بفضل ان انا اضيف اي حاجة مع بعضيها. ليه؟ لان البرنامج مش مزدحم، هو مفيش اي مشكلة انك تضيفهم مع بعض، بس البرنامج مش مزدحم لدرجة ان احنا نشغل الاتنين مع بعض. فدايما بفضلك بقولك شغل كل حاجة لوحدها. طيب بالنسبة برضو للتهوية ان شاء الله درجة الحرارة النهاردة برضو معانا 31. الرعاية حاول تكون كويسة جدا. اهم حاجة حاول ان الفرشة ما تزبلش منك، بمعنى صح انك توسع الكتاكيت بتاعتك اول باول من غير ما تاخد منك برضو لطشة برد شديدة. انت بتحاول تعالج على قد ما تقدر وبتحاول تاخد نتائج كويسة. بالنسبة لأسعار الكتاكيت المتداولة الأيام دي، طبعا أسعار الكتاكيت الحمد لله درجة الفضل من الله في نزول. يعني النهاردة أنت بتتكلم في شركات بتنفذ ب45 جنيه، وفي شركات بتنفذ ب46 جنيه، وفي شركات بتنفذ أقل من كده. فده شيء كويس جدا يعني للمربين علشان الناس تشتغل، لأن اللي حصل الفترة اللي فاتت ده كان بمثابة وقف حال للمربين. ربنا يكرمنا جميعا والدنيا تشتغل للأحسن والأفضل دايما. ده كان محتوى يعتبر اليوم ال13 من عمر الدورة. كل حاجة بحاول اتكلم عنها باختصار يعتبر علشان ما نطولش في الكلام. الفيديو بتاع امبارح اتكلمت على الأدوية وازاي انك انت ما تشتريش أدوية يكون مصدرها مش موثوق، او يكون الأدوية دي منتهية الصلاحية وبتتعبى في أبوااب صغيرة. الفيديو ده نال إعجاب ناس كتير. دعواتكم وإن شاء الله بإذن الله في فيديو هيحصل بخصوص النبل 180 و360 بإذن الله، هيفرق معاكم جامد بالنسبة للناس اللي كان عندها نبل 180. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع نهاية الاسبوع التاني بكرة باذن الله اليوم ال14. لو حد عنده سؤال او استفسار يكتبه في كومنت واحاول اجاوبك عليه. طبعا العلف البادي لسه ما خلصناش، زي ما قلت لحضراتكم بناكل نص كيلو، يعني علشان برضو يكون البرنامج ملم من جميع الاتجاهات. دمتم بخير، اشوفكم مع فيديو جديد ان شاء الله غدا باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.